تبيه ترى طالب قسط. من هو يا شيخ؟ ابو ناصر تبيه. ناصر هذا يقول انا مهتدي. خلاص صعدوا. طيب. احد المهتدين. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا شيخ، حيا الله المشايخ ابو عبد الله ابو عمر، الله يبارك فيكم. للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ انا مهتدي، يعني بدأت ابحث عند الشيعة يبدون بتحريف القرآن وسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن بالقرآن وبالطعن بأمهات المؤمنين. فبحثت إن شاء الله، بحثت كثير حتى تسننت ولله الحمد. ولكن يا شيخ يعني أطب في البثوث الشيعية الروافض يقولون عندنا في البخاري، عندنا أهل السنة والجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آيات اسقطت في القرآن الكريم. قلت له لماذا تكذب؟ قال لي ابحثها في البخاري. قلت له يعني وين المصدر؟ قال في كتاب فضائل القرآن، كتاب باب ما ينسى من القرآن، باب نسيت آية كذا وكذا. قلت له ليه كذا وكذا؟ قال لي انت اقراها في صحيح البخاري، يقول هو رقم الحديث 5037. شيخ لما بديت ابحث وقرأت الحديث، يقول ان النبي اسقط ايات من القرآن الكريم. هل هذه الرواية صحيحة يا شيخ؟ لو مكذوبة يا شيخ؟ ببينها لك. لا، هو اول شيء غلفها لك بغلاف. اي شيخ مختلف تماما. الغلاف اللي اعطاك اياه هم غلاف. يا شيخ يحرفون الاحاديث ويفسروا على كيفهم. انا بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ما اسقط ايات من القرآن ولا شيء. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ونسي آية. نسي وهو يقرأ. النبي نسي آية نسيها وهو يقرأ. نسيان جبلي. واضح؟ وليس أن النبي تركها وجحدها. النبي لذلك النبي بلغ. نعم يا شيخ بلغ، صحيح بلغها والشيعة يكذبون. يا شيخ أيوة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ نفس الآية. فقام أحد الصحابة فذكر بها، فقال ذكرتني بهذه الآية إني أسقطتهما، نسيتهم في الصلاة. اللي هو النسيان اللحظي الجبلي. أحسنت. اللحظي فقط. إلا النبي لم يجحد آيات الله ولم يسقطها، والدليل أنه بلغها، والدليل أن الصحابي نفسه أتى وقال للنبي كذا وكذا. طيب من بلغ الصحابي؟ النبي. بس شيخ النبي عليه الصلاة والسلام لم يسقط شيء. شيخ أنا قرأت الحديث، أقرأ لك مثل ما قرأته. باب نسيان القرآن الكريم واللي يقول نسيت آية كذا وكذا. يعني وش كذا وكذا يا شيخ؟ يعني آيات اسمها كذا وكذا عندنا في القرآن؟ ايش في الآية ايش؟ في صحيح البخاري. الرواية في صحيح البخاري يا شيخ. أنا الكتاب اشتريته يا شيخ وبحث كثير. هو يقصد في حديث في البخاري مثلا يذكر انه كذا وكذا. هو في نفس صحيح البخاري الحديث نفسه موجود بمتن اخر او بروايه اخرى مذكور فيها ماذا يعني كذا وكذا. يعني وش موجوده في لو رحت للروايات اللي قبلها او الروايات اللي بعدها، يعني يقول اذكرني سوره كذا وكذا. وش معنى سوره؟ يعني يا شيخ عندنا في القرآن اسمها سوره كذا وكذا. وش هي الآيات اللي نرجع للرواية. الشيخ عن هشام قال أسقطتهن من سورة كذا، تابعه علي بن مسر. يعني وش هذه الآية اللي أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم؟ موجودة في الروايات اللي قبلها واللي بعدها. وين قبلها؟ رقم الحديث. من عنده يا ربع، من عنده لابتوب جوال ثاني؟ اللي عنده لابتوب أو جوال ثاني لا يدخل. شيخ عبد الله أنا ما عندي كاميرا، ما عندي متابعين، ولا أخرجت لك يا شيخ. أنا البخاري اشتريته واشتريت صحيح مسلم. أنا بس أبين كذبهم يا شيخ. يعني موجودة هذه العبارات في البخاري ولا طبعة لبنان، طبعة إيران؟ عبد الله أنت مهتدي فعلا ولا شيعي بينك وبين الله؟ لا والله يا شيخ أنا مهتدي، والله قسما بالله أني مهتدي.
طيب ليش تسأل الأسئلة هذه إذا كنت يا شيخ هذه مو هم أسئلة الشيعة يطعنون يعني. نبحث صحيح الكلام ولا يكذبون علينا الروافض. اعطني روايه. 9 أعشار شيخ رقم الحديث كله كذب يعني. 5037. أعرف والله هم يكذبون، نعرف 5037 يا شيخ. 5037 باب نسيان القرآن الكريم، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا. هذه اللفظة من ذكرها؟ البخاري. كذا وكذا من ذكرها؟ البخاري. خلاص تصنيف البخاري. طيب يعني انا احسب ان شو اسمه انا احسب ان الراوي الحديث اللي قال كذا. يا اخي هذا تصنيف الرواية، هذا تصنيف البخاري يعني عادي، ما يطعن هذا في زين يا شيخ. تصنيف البخاري للباب، تصنيف عنوانه للباب. لا هو عنوان عام موجود. قال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا في الحديث هو يقول قالت أم المؤمنين عائشة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا في البخاري آية من سورة كذا. شيخ عندنا في القرآن اسمها سورة كذا ولا القرآن محرف يا شيخ؟ لا هو ترى عنده تشويش في صدر. هذه إشارة كلها. هذه الآن كذا وكذا وكذا، هذه كلها إشارة لشيء. زين يا شيخ. هذا الشيء موجود. لا شيخ في رقم حديث ثاني في باب 27 يقول باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة كذا سورة البقرة. يعني النبي يسقط آيات من سورة البقرة يا شيخ؟ يا أبو ناصر الحديث الأول وبجيك ايش؟ لا طيب الحديث 5037. لا رقم الحديث باب نسيان القرآن. النبي ينسى القرآن يا شيخ؟ لا هو كان في إشارة هذا كذا اسم إشارة لشيء وليس بالعموم. بس خلي الشيخ يبحث عنه. أبو ناصر في السماعة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أعطني إياه لهنت. اي شيخ الحديث الثاني باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة سورة كذا وكذا. يعني هل يجوز أن نسمي سورة البقرة سورة كذا ولا هي اسمها سورة البقرة؟ كيف تربط؟ تفضل شيخ عبد الله. وناصر لا هذا مثال. يعني وش مثال شيخ؟ هي اسمها سورة البقرة كيف